البارح درت لكم فيديو على طريقة لعب المنتخب النيجيري ونقاط القوة تاعهم والضعف. أروح نعطيكم أفضل تشكيلة ممكن يدخل بها بيتكوفيتش في هذا الماتش، سورتو مع الإصابة تاع اسماعيل بن ناصر. على بالي دوك تقول لي مع منتخب كيما هذا لازم تعزز لا ديفونس ديالك بقلب دفاع ثلاثي فيه ماندي وبنسبعيني وبالعيد، ومعاهم زوج ادروات واغوش عندهم خصائص هجومية، وهادو الزوج هما بالغالي وأيت نوري. بصح هكا راح تولي مجبر تنحي الجوار يا من الميليو يا من لاطاك، وهذا الشيء نشوف باللي راح نخسروا فيه أكثر من اللي نربحوا. أنا بعد الماتش تاع الكونغو الديمقراطية والكوارث اللي شفناهم في الكرات الهوائية من ماندي وبنسبعيني حتى دخل بالعيد باش خدينا الامان، نشوف باللي زينو لازم يكون هو الاول اللي لازم يتحط في اللاكس، وخير ما بين تحط معاه ماندي وترجع بنسبعيني للمنصب الاساسي تاعو اريار غوش، باسكو مليح دفاعيا وهجوميا عكس ايت نوري اللي مليح هجوميا بصح شويه دفاعيا. مالغري تحسن في الماتش اللي فات، يا اما تحط بنسبعيني في اللاكس مع بالعيد وتنحي ماندي واريار غوش يحط ايت نوري في الميليون. نشوف باللي احسن معوض لاسماعيل بن ناصر هو حماد عبد الله، ورانا شفنا الله يبارك في الماتش اللي فات جوار متعدد المناصب تقدر توظفه كيما تحب. معه بالتاكيد الرسام هشام بوداوي بسم الله ما شاء الله عليه مستوى ثابت منذ بدايه البطوله، وقدامهم ابراهيم مازا. بصح باش ينجح لك ابراهيم مازا لازم يكون معاه مهاجم راس حربه، لانه شفنا في الماتش اللي فات كي حط عموره افون سونتر خسر جوده مازا وسرعه محمد الامين عموره. صافي عموره لازم يلعب في هذا الماتش الي غوش ويستفاد بيتكوفيتش من السرعه تاعو، سورتو مع الثقل تاع المدافعين تاع نيجيريا ولي كونتر اتاك. اما راس حربه بالتاكيد لازم يكون بنجاح. اما المعضله الاكبر هي الجهه اليمنى، كامل على بالنا باللي محرز ما راش بهذاك المستوى العالي وخاصه هجوميا، وهذه عندنا شهور وحنا نهضروا عليها بلا ما نسوا باللي دفاعيا كارثه لانه ما يرجعش بحكم عامل السن. وفي ماتش كيما هذا ما تحتاج لا محرز لا حاج موسى، تحتاج جوار كيما إيلان قبال اللي ممتاز هجوميا ودفاعيا ما يخلي والو من جهده. على بالي الفيديو جا طويل شويه، ما حبيت نمد وجهه النظر تاعي بالتفصيل. خلوا لي رايكم في لي كومونتير وما تنساش تبارطاجيه لصاحبك.